نعمل شوية قراقيش إنما إيه يستاهلوا بُقُّكم. معانا طبعًا كيلو دقيق، ومعانا هنا كوباية ونُص سمنة والباقي زيت، معايا هنا معلقتين لبن بودرة، معايا معلقتين شَمَر على ينسون ومعلقتين سكر بودرة، معايا معلقتين سمسم، معايا كيس خميرة، ومعلقة بيكنج باودر وذرة ملح، وهنقلِّب الكلام ده كُلّه مع بعضه. ويالّا بينا بقى ننزل بالسمنة، طبعًا دول كوبايتين سمنة، نُص كيلو سمنة على يعني كوباية ونُص سمنة، وكمّلتها زيت عشان يخلّوا القراقيش وأنتِ بتيجي تاكليها كده تبقى مقرقشة وجميلة. تمام، تمام. هندعك بقى الدقيق هنا كُلّه كده مع الحباش اللي أنا حاطاه والسمنة، هنخلّيها كده ناعمة وجميلة، وبعد كده نزلت بكوباية مَيّة وآدي كوباية تانية، يا دوبك الكيلو دقيق خَد كوبايتين مَيّة بالضبط. بصوا هنا العجينة بسم الله ما شاء الله، سِبتها بقى هنا رفعت شوية وبعد كده جبتها، يالّا بعد ما جبناها بقى بعد ما ارتاحت شوية، هنقطّع بقى كده كِوَر ونخلّيهم 5 كِوَر عشان لمّا تيجي تبطّطي القراقيش، يبقى القراقيش خفيفة كده ما تبقاش الإيه، أمّا تيجي تفردي العجينة كلّها مش هتبقي مبسوطة، إنّما كده أحسن لمّا تقطّعيها بتبقى ما تطلّعش هوالك كتيرة. تمام، تمام. جِبنا بقى إيه النشّابة وجِبنا كيس تلاجة، ورُحنا حاطين الأكياس أو كيس تحت وكيس فوق العجينة، وهنفرد بقى كده مع بعضينا كده نفرده كده العجينة. ولمّا تفردي العجينة طبعًا القراقيش ما تخلّيهاش ولا هي تخينة ولا هي رفيّعة. لمّا أقطّع دلوقتي هاورّيكِ السمك بتاعها عشان تبقي تعملي كده. ما تتخنيش القراقيش عشان هي لسه فيها بيكنج باودر وفيها خميرة، هتعلى طبعًا ما تبقاش تخينة أوي. معايا بقى القطّاعة اللي هي الترس دي، العجلة دي بتخلّي منظر القرقوشة بُصّوا جميل جدًا، جدًا، جدًا. أحلى ما بتحطّي في الصينية كده أحلى، الواحد بيبقى بيعمل القراقيش كده بانسجام وهو بيقطّع كده زي زمان ويرُص في الصينية. تمام، ليها مزاج كده عالي لمّا بتعملي كده، يبقى الواحد كده حاسس إن هو بيعمل حاجة. بسم الله ما شاء الله. بُصّوا هنا بقى الجمال والحلاوة، بُصّوا لون العجينة عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله، تحفة، تحفة، تحفة. بُصّوا هنا بقى يعني هي ولا تخينة ولا رفيّعة، وطبعًا أنا عاملة القراقيش بسم الله ما شاء الله كلّها مقاس واحد، مش عاملة يعني واحدة أكبر من واحدة، لأ كلّه مقاس واحد. لمّا بتقطّعي العجينة كده وتاخدي حتّة، حتّة كده مع نَفْسِك وتقطّعي، ما بتطلّعيش شلايط كتيرة وفي نفس الوقت بتخلّصي بسرعة وما بياخدوش في إيديكِ وقت. طبعًا رُحت أجيب النهارده نُص بتاع دوّة قراقيش، قال بيقول لي بقد كده، طب وأنا ليه؟ طب ما أنا عندي دي وعندي حاجات، قُلت طب وأنا واقفة كده هاعملهم، والله عملتهم ما خدوا يعني ما كمّلوش ربع ساعة وأنا باعملهم، وسِبتهم بقى خمروا شوية كده، وبعد كده طبعًا أنا وأنا شغّالة كده سايبة الفرن إيه والع. عشان طبعًا أنتم عارفين المخبوزات بتحب الفرن يكون يعني سُخن، ما يكونش بارد عشان ما تخلّيش الحاجة ناشفة تسمّرها كده، تخلّيها زي المسمار كده. لأ، لمّا يكون الفرن حامي تبُصّي تلاقي تدخّلي حاجتِك تطلع على طول جميلة كده وشكلها جميل. هنا بقى بنقطّع كده وخلّيكم معايا ما تروحوش بعيد عشان تشوفوا بقى الجمال والحلاوة ديّة بعد ما أسوّيها وتطلع من الفرن. بُصّوا بقى هنا، بصوا الجمال، قولوا لي ايه رأيكم، بالله عليكم ما تنسوا تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين والسودانيين ربنا ينصرهم يا رب. وما تنسوناش بقى بلايك منكم حلو كده، وبشكر أي حد دخل قناتي عمل لي تعليق جميل، ربنا يخليه ليا وما تحرم منه أبدا يا رب. وبالله عليكم لايك كده ودعواتكم الحلوة. طبعا أنا اسكندرانية، قولوا انتوا منين تخشوا قناتي تشرفوا، قناة مجيدة وتتشرف بيكم كده. بصوا بقى هنا، قولوا لي بقى إيه رأيكم في الجمال والحلاوة، الريحة هنا مع معلقة اليانسون ومعلقة الشمر ومعلقتين السكر ضربتهم في الخلاط وخليتهم ناعمين، ورحت كباهم على كيلو الدقيق، طبعا مخلي الريحة هنا تحفة ملهاش حل. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى طبعا بعد ما قطعنا بقى هنا القراقيش كلها كده بسم الله ما شاء الله، عملت صينيتين، خلصنا بقى هنا. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا لون العجينة بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي، تحفة تحفة بصوا مقاس واحد كلهم، عملوا صينيتين كبار بتاعت البيتزا دي بسم الله ما شاء الله، وواحدة صغيرة. أنا عندي صواني البيتزا دي كبيرة قوي، جامبو كبيرة. يلا بقى أنا مولعة الفرن هنا، هندخل بقى الكلام ده كله في الفرن.
ويلا بينا بقى بعد ما استووا في الفرن اطلعه كده الله 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 اكبر، الله اكبر على الجمال وعلى الخبيز وعلى الحلاوه. قولوا لي ايه رايكم بالله عليكم في الجمال والحلاوه دي؟ مش احسن من الفرن واحسن من اي حاجه انك تعملي حاجتك في بيتك؟ بسم الله ما شاء الله. تعالي نكسر واحده كده ونشوفها، وبالله عليكم ما تنسوني بلايك حلو وتعليق بصي حلو. فاضي واقول كده لكم يعني باي باي هبوا كده والسلام طالع عليكم جميلة. ورحمه الله وبركاته.